الحب كل يوم بيطلع له معنى مختلف. إشي بحبك، الحب باسم أذى، والحب باسم المصلحة، والحب باسم مش عارف إيه. كل واحد فينا بيطلع مفهوم على حسب مزاجه. دلال كانت بتحب جعفر بأذى، رغم إن هي بتقول إنها بتحبه وما كانتش بتحبه. النهاردة عايزة أتكلم عن الاهتمام بشخص، حب من منظور مختلف. أهتم بشخص يعني أشوفه، يعني أحبه زي ما هو، يعني أحبه وأديله اللي هو عايزه مش اللي أنا عايزة أديهوله. يعني أحبه أو أهتم بيه، يعني أشوف هو بيحب إيه وأديهوله، يعني أشوف هو بيفضل إيه وأديهوله. لكن مش علشان أنا بحب الورد فأنا أقرر لأجيب لحبيبي أو لخطيبي أو لجوزي ورد. ليه؟ لأنه دي مش حتته، ما بيحبهاش. لما تيجي تقولي له أنت انبسطت بالورد هيسكت. لو قال هيبقى بيكذب. امال وشك عامل كده ليه؟ ولو قال لا هيتنكد على اللي جابوه. طب هيعمل ايه؟ وانت نفس الحكايه، لما هتديها حاجه هي مش عايزاها او مش الحته بتاعتها او الحته اللي مش مهتمه بيها، بالتالي هي كمان هترفضها. مش هتحس بانبساط لما تبقى بتديها لها. احلى حاجه في الدنيا انك تحب حد وتشوفه هو وتشوف احتياجاته. بحبه يعني اديله اللي هو عايزه مش اللي انا عايزه اديهوله. يعني من الاخر كده احبه على طريقته مش على طريقتي، مش بالطريقه اللي تعجبني، مش بالحاجه اللي بحبها، مش بالاسلوب اللي يعجبني. مش بحبه يعني اعمل اللي انا ارتاح له، لا، اعمل اللي هو يرتاح له. والفرق هنا كبير جدا. اعمل الحاجة اللي بيحبها اللي بتحبه، مش العكس، مش اللي انت بتفضلها. حب الآخر على طريقته هو، زي ما هو بيحب، مش زي ما انت بتحب. شكرا مرة.